بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهارده هنتكلم عن بعض الأحكام اللي يعني إن شاء الله تستفيدوا منها في رمضان، أحكام الصيام طبعا يعني. فلازم نعرف إن الفقهاء أجمعوا على إن المفطرات 6، يعني في 6 حاجات تفطرك. يبقى الأكل والشرب والقيء عمدا والحيض والنفاس والجماع، دول ال6 حاجات اللي بتفطرك. يعني الشتيمة حرام لكن ما تفطركش، النميمة حرام لكن ما تفطركش، الحاجات المحرمات حرام بس ما تفطركش. انما دول ال6 حاجات بس اللي تفطرك. وخد بالك من الاكل والشرب والقيء عمدا، يعني اللي يأكل او يشرب ناسيا يكمل صيامه فقد أطعم الله وسقاه كما جاء في الحديث، والحديث ده عام في صيام الفرض او صيام النوافل. فدي اول نقطة هنتكلم فيها النهاردة في احكام الصيام. الحاجة التانية ان في نوعين من الظروف اللي ممكن تعوق بينك وبين الصيام. في ظرف دائم وفي ظرف مؤقت. زي المرض، لو انت مرض مؤقت، عندك شوية برد شوية مغص، الحاجات دي كلها ده مرض مؤقت. زي الحامل لو هي حالتها البدنية والصحية ضعيفة والدكتور قال لها الأحسن ان انت تفطر، بس ده كده هي في ظرف مؤقت. المرضع نفس الكلام. فالمريض الذي يرجى برؤه، يعني اللي عنده ظرف مؤقت، زي المسافر ده برضو ظرف مؤقت. اللي عنده ظرف مؤقت ده ما يطلعش كفارة، ده لازم بعد رمضان يقضي الأيام دي. لكن اللي عنده ظرف دائم زي المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض بمرض مزمن أو راجل عجوز قوي أو ست عجوزة جدا، فده بيخرج على كل يوم إطعام مسكين ما يكفيه فطاره وسحوره كما عند الفقهاء. يبقى احنا كده قلنا ان في مشكلتين في المسألة دي، اما يكون عندك ظرف دائم يا اما ظرف مؤقت. الحاجة اللي بعد كده هنتكلم عليها، السنة دي احنا عندنا السعودية والامارات وبعض الدول صامت قبل مصر، وبعض الناس هتسافر تعمل عمرة، بعض الناس الكلام ده كله. لو انت مجموع صيامك هيكون 31 يوم تمام، لازم تلتزم بالبلد اللي انت فيها. يعني انت في مصر تلتزم بالجماعة في مصر وبولي الأمر في مصر وتصوم زي المصريين. رحت السعودية تلتزم بالسعودية، رحت الإمارات تلتزم بالإمارات. لو كان مجموع صيامك 31 يوم تمام 100. لكن لو كان مجموع صيامك 28 يوم، لا، لازم تقضي كمان يوم، لازم تصوم كمان يوم بعد العيد، تصوم كمان يوم، لأن ده أقل عدد في الشهور الهجرية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوم، فلازم تزود يوم. الحاجة الثالثة اللي هنتكلم عليها أو من ضمن الأحكام، أحكام الحيض والنفاس. لو المرأة يعني جاءها الحيض قبل المغرب بدقيقة، خلاص فطرت اليوم ده. ولو هي جالها يعني طهرت من الحيض بعد يعني طهرت مثلا قبل الفجر ولو برضو بدقيقة أو بساعة، طهرت خلاص، تصوم تاني يوم حتى لو هتغتسل بعد الفجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صح عنه أنه كان يجامع زوجته وكان يغتسل بعد الفجر. فبالقياس الحيض والنفاس نفس الكلام. فأنت لو عندك الحيض وطهرتي بعد العشاء بعد التراويح قبل الفجر بساعة أيا كان، خلاص تاني يوم تصومي حتى لو انت هتغتسلي بعد أذان الفجر. فبرضو دي مسألة مهمة جدا جدا برضو. طب ايه حكم من يعني يصوم ولا يصلي؟ فطبعا صيامه صحيح لكن ينقص جدا جدا أجره. فنقول له لا، صلي، ما ينفعش تكون بتصوم وتعمل الطاعة الصعبة دي وما بتصليش. فلا، صلي عشان تاخد الأجر، بدل ما تصوم نهار طويل وتلاقي أجرك ضعيف. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر. فالصلاة مهمة جدا جدا فيها، وطبعا كان الحديث ده فيه تفصيل لكن مهمة جدا جدا يعني. خدوا بالكم من طبعا برضو أي حاجة بقى بتدخل الحلق طبعا بتفطر. عشان كده بعض أهل العلم قال لك إن لو القطرة دخلت الحلق يبقى بتفطرك، لو حقنة مغذية بتفطرك، لو بخور، لو عطر بشمه قوي 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 ساعات بتحس بطعمه في الحلق بيفطرك. فخد بالك، ابعد عن الحاجات دي. الاحتلام، بعض الشباب او بعض الرجال ممكن ينام يصحى يحتلم، لا حرج تماما، كمل صيامك عادي خالص، اغتسل وكمل صيامك.
فدي كانت بعض الاحكام البسيطه، اتمنى تكون انتوا استفدتوا منها، اللي تقدر ان شاء الله يعني. مهم جدا ان انت قبل ما تخش اي موسم عباده انك انت تتسلح بالعلم في الفتاوى والمسائل الفقهيه في المساله دي. يعني راح تحج تذاكر كويس الحج، داخل على رمضان تذاكر كويس الاحكام الصيام، داخل على يعني الزكاه نفس الكلام، وهكذا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. السلام عليكم.